تحية للجميع، السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نتكلموا على البلايك، صفائح التسجيل اللي كنقولوا البلايك ديال البوليس اللي كيكونوا في المركبات، وحده لقدام وحده اللور، او كتكون وحده في مركبة مثلا موتور عنده اللور. فهاد البلايك هادو تا هما عندهم واحد القرار وزاري اللي معتمد عليه، هو اللي كيفصل في هاد المسألة كيفاش هاد البلايك خصهم يكونوا. طول العرض، الغلط ديال الارقام، البعد ما بين الارقام، دوك الخطوط اللي كيكونوا عموديين شحال خص يكون فيهم. يعني خص تكون معايير اللي كيذكرها هذا القرار الوزاري، الرقم ديالو 27 11.10. خص البلاكا تكون عندها معايير مذكورة في هذا القرار، ها الطول ها العرض ها الغلط الارقام كما قلنا، ودوك الخطوط العموديين تا هما شحال خص يكون فيهم. كاين بعض الناس اللي كيقول لك اودي هادي وهي مخالفه من الدرجه الاولى الا ما كانوش طبقا للمعايير المذكوره في هذا القرار. كاين بعض الناس اللي يقول لك اودي اشنو غيوقع الا كانت البلاكه هذا الخط طويل ولا قصير ولا زايده في الطول ولا زايده في العرض. فهنا الوزاره او المشرع فدار هذا القرار هذا باش داكشي يكون موحد، لان الا جاو يخليو كل واحد يدير البلاكه اللي يبغى غادي تولي شويه السيبه، واحد يلصق فيها مثلا الشعار د البارصه، واحد الريال، واحد كله وشنو غادي يلصق. فالمشرع دار هذا القرار هذا باش يكونوا البلايك موحده كلهم. البلايك كاع اللي كيدوروا في المغرب يكونوا موحده وكيكونوا مكتوبين بالاسود، والخلفيه كتكون بيضاء. وهنا الا ما كانوش هاد البلايك مطابقين للمعايير القانونيه فهي تعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، ومذكوره في الماده 184 وبالضبط في البند 31 اللي كتقول عدم مطابقه صفائح التسجيل لاحكام المادتين 61 و 62 اعلى. كذلك كما ذكرت في الفيديو السابق، فإلا ما كانوش البلايك ما غير مطابقين ففيها حتى الفوريان. في البند الأول كيقول صفائح التسجيل مزورة، إلا كانت مزورة فيها الفوريان. وفي البند الثالثة كيقول إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل ما عندهاش كاع، أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل. إذا البلايك خصهم يكونوا مريقلين. أنا أعطيكم نموذج من هذا القرار الوزاري، ما عرفتش غادي يبان هي هو راه واضح واخا كتبان الكتابة مقلوبة. إن الإخوان فهو هذا القرار ها هو، ها شحال هادي غير صفحاتي القرار كما قلت لكم راه طويل وكبير. ها شحال خص يكون في الطول، ها العرض، ها أي حاجة مذكورة. ها هما حتى هنا كيعطيوك واحد النموذج، ايه هو هذا هو كيبان. عرفتوا واش كتبان الصوره نيشان ولا كتبان مقلوبه؟ المهم هذا نموذج، ها الطول ها العرض، ها شحال خص يكون، هاد الخطوط شنو خص يكون، شحال فيهم ديال الطول. وهنا كما قلت الاخوان راه الناس اللي كيصاوبوا هاد البلايك كيكونوا ناس معتمدين من طرف وزاره التجهيز او وزاره النقل واللوجيستيك، يعني ماشي اي واحد كيصاوبهم. فهذا اللي كيصاوبهم خص يكون عنده اعتماد او رخصه باش يصاوب لهاد البلايك للناس. هنا كنصح الاخوان انه ديما واحد ملي يمشي يصاوب واحد البلاكه فيصاوبها عند واحد الشخص اللي هو معتمد، وكذلك يحاول يشد منه ما يثبت انه صاوبها عنده مثلا بون او فاكتوره، باش حتى الا كانت ديك بلاكه اللي صاوب له داك السيد غير مطابقه للمعايير القانونيه يرجع لعنده ويشوف معاه. لان ما يمكنش كلشي غادي يكون عارف هذا القرار الوزاري وكلشي غيلتزم به، راه ما يمكنش. وهو قرار وزاري طويل عريض كبير، كما قلت الرقم ديالو 27 11.10. هنا في هذا القرار نيت فكتعطى لكل مدينة رقم، مثلا الرباط 1، سلا 2، سلا الجديدة 3، وكتبقى غادية للمدن مذكورة 88 مدينة. وعمل المهم هما اللي مسجلين كل مدينة بالرقم الخاص ديالها. إن الإخوان هذا كل ما يخص
هذا بعض ما يخص هذا البلايك ديال التسجيل. وفي يتبع في الفيديو راه درت لكم كل مدينة والرقم ديالها التسلسلي. تحية لكم. سما صافية ما تعرف غيام. هاي أرض تغني زاهية مفروشة سلام سلام يا سلام. عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود وبالخير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود والخير. نوصف محاسن لالا مكمولة نوصف لالا مكمولة نوصف عروسة محروسة باح منك مسك وعبير لالا مكمولة نوصف محاسن لالا مكمولة نوصف لالا مكمولة عروسة محروسة باح منك مسك وعبير لالا مكمولة وانتي راح تروح كل منظر شم هواك واسمع فيك خير.
دق العيد للباب دق العيد للباب دق العيد للباب دق العيد للباب صحى القلوب صحى القلوب والقلم زاد فوق الوطن مكتوب دق العيد للباب دق العيد للباب صحى القلوب صحى القلوب والقلم زاد فوق الوطن وتبارك جهاده ما حقق وتمشي بخطوة سيدنا الملك المحبوب وتبارك جهاده ما حقق من أعمال وتمشي بخطوة سيدنا الملك المحبوب تدعي له بالتوفيق والرضا وحسن التدبير يا بلادي حتى يتحقق الرجاء والقصد المطلوب يا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.